يا صباح الخير. دكتور أشرف زكي. دكتور أشرف زكي طلع على الناس كلها ومعترض إن الناس بتوع فيلم مش عارف إيه استعانوا ببعض التيك توكر إن هم يعملوا لهم دعاية للفيلم ويحضروا افتتاح الفيلم يعني. يقول لك إن أي حد هيستعين بالناس التيك توكر دولت يكون غير أعضاء النقابة هندفعه غرامة 1,000,000 جنيه. الحقيقة الدكتور أشرف يعني تهور شوية، وبعدين مفيش حاجة اسمها غرامة من غير مخالفة يا دكتور، ومفيش مخالفة في القانون المصري ب1,000,000 جنيه. فبس انت اهدى كده وشوف تصريحاتك قبل ما تطلعها، لان يعني مفيش داعي ان احنا نبقى عاملين زي ترامب كده كل شوية نبقى عاملين زي الرجالة زي هتنزل المرة دي نقول أي كلام وبعدين ما ينفعش ننفذه. وبعدين دكتور أشرف الحقيقة إنه لو معترض على التيك توك والتيك توكرز والناس اللي بتقعد على التيك توك، طب أنت عارف إن 3/4 أعضاء النقابة بتوعك قاعدين على تيك توك 24 ساعة؟ وده لأنهم في منهم اللي عايز ينتشر، ومنهم اللي عايز الناس ما تنساهوش، ومنهم اللي مش لاقي شغل عشان حضرتك مش قادر توفر له فرصة عمل مظبوطة، علشان شركات الإنتاج يعني بتديكوا بتتحكم فيكوا زي ما هي عايزة عشان الفلوس اللي انت بتجري وراها، وعلشان حاجات تانية كتير. انما في النهاية ان اعضاء النقابة بتاعتك نفسهم قاعدين على تيك توك، انت مش واخد بالك؟ فاصبحوا تيك توكر. طب انت عارف ان انت عندك عضو اسمه استاذ صبري فواز طلع امبارح على سكاي نيوز وقال ان الناس بتحكم على الاعمال الفنية بمعايير اخلاقية، ومش المفروض ده يحصل. الاعمال الفنية لا تحاكم بالمعايير الاخلاقية، الاعمال الفنية تحاكم بالمعايير الفنية المهلبية والملوخية. عارف يا استاذ صبري، لو احنا شلنا المعايير الاخلاقية من احكامنا على كل المجالات والقطاعات هتبقى الدنيا عاملة ازاي؟ انت فاهم؟ يعني انت فاهم ان لو كل واحد شال المعايير الاخلاقية من عمله الدنيا تبقى عاملة ازاي؟ الناس هتشتغل ازاي؟ انا هسيب خيالك هسيب خيالك انت تتصور ان لو الطبيب اللي انت رايح تكشف عنده لم يتقيد بالمعايير الاخلاقيه واخلاق المهنه ممكن يعمل فيك ايه؟ الضابط اللي جاي يديك مخالفه في الطريق لو لم يتقيد باخلاقه واخلاق المهنه والمعايير الاخلاقيه هيعمل فيك ايه؟ السباك اللي جاي يشتغل عندك والطباخ اللي بيشتغل معاك كل واحد، لو شلنا المعايير الاخلاقيه من الحكم على الاشياء ايه اللي الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ تخيل انت كده لو تقدر تتخيل. يعني استاذ صبري فواز وهو بيقول الكلمه دي وواضح ان هو مقتنع بيها جدا لان مش اول مره يقولها، بيقول وبيؤكد ان المجال دوت والناس دي لا تنتمي للاخلاق بشيء. هم بيحكموا على نفسهم بنفسهم ان اللي بيعملوه غير قابل للمقياس الاخلاقي. وبالتالي الدكتور اشرف الحقيقه يعني دكتور اشرف زكي ما طلعش ذكي. ده بخلاف ان اعضاء الساده الممثلين ما زالوا بيبهرونا باعمالهم، ودكتور اشرف واضح ان هو مش قادر يفهم ان هو كنقيب ممثلين لازم يهتم شويه بالممثلين، باخلاقهم، باعمالهم، بكلامهم. وبعدين الدراسة الأكاديمية مش بس شرط إنك تبقى ممثل. الدليل على كده إن الأستاذ أشرف زكي نفسه رغم إن هو دكتور في المجال ونقيب الممثلين أفشل تاني ممثل وقف قدام الكاميرا بعد عمرو دياب. فالحقيقة يعني أنت أساسا كأكاديمي ما تروحش تمثل. فالموضوع ملوش علاقة الحقيقة بالأكاديمية وإنك تبقى معاك معهد مش عارف إيه في الإيه. استاذ اشرف واضح ان هو يا اما بيدور على ترند او عنده حبة حقد دفين من نجاح بعض الاشخاص. وبالنسبة للاستاذ صبري فواز ارجو انك ما تنساش وظيفتك الاساسية في الحياة،
وان انت مخلوق مش عشان تمثل باخلاق او بعدم اخلاق، انما انت مخلوق علشان تعبد ربنا وتعمر الارض. هو ده المقياس يا استاذ صبري. هل انت بقى بتعبد ربنا حق عبادته وبتعمر الارض؟ يا ريت تجاوبني انت يا استاذ اشرف. الحاجه الثالثه والاخيره عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، في المجال الرياضي وفي الرياضيات، في هيئه مكافحه المنشطات. على فكره الموضوع دوت مكافحه المنشطات ومكافحه المخدرات احنا محتاجينه مش بس في الرياضه. الكلام بامانه والله، المفروض كل النقابات تعمل كده. كنت قاعد مع واحد صاحبي في امريكا من فتره وكان بيشتغل سواق تاكسي، فبيقول لي احنا كل 6 شهور لازم نروح نجدد الليسن بتاع السواقه كسائق سياره اجره، ولازم نعمل تيست لازم كل 6 شهور يعملوا تيست مخدرات عشان يشوفوا الناس اللي بتسوق العربيه الاجره دي بتسوق بالناس دي هل بيتعاطوا اي حاجه ولا لا. فلازم كل 6 شهور يعمل التيست ده. كذلك احنا محتاجين ده في النقابات. يعني مصطفى كامل المفروض اي واحد يطلع على المسرح يغني، قبل ما يطلع يغني تمشي كده لجان تعمل لهم تحليل، شوف الناس اللي طالعه تغني دي وطالعه تقود الذوق العام وتقود الرأي الجمعي في الكلام وفي الأسلوب وفي الطريقة، اللي طالع يغني بجيبة واللي طالع يغني بحلق. شوف الناس دي اعمل لهم تحليل قبل ما يطلعوا على المسرح، شوف كده كم واحد هيطلع إيجابي وكم واحد هيطلع سلبي. ودكتور أشرف الله يخليك اعمل لنا تحاليل للناس اللي عندك كده وأنت بتجدد لهم كارنيه النقابة، اطلب من كل واحد كده تحليل مخدرات، ونقابة المحاميين ونقابة المهندسين والنقابات كلها. يعني انا اروح لدكتور او طبيب يكون هو بيتعاطى ازاي يعني، او محامي ازاي يعني؟ بتكلم بجد، لازم نفعل الموضوع دوت في كل النقابات مش بس الممثلين والفنانين. يعني متنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.